ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الثانوي مع مادة التوحيد، الدرس الثالث. قال الناظم: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. المعرفة لغة الإدراك والعلم. المعرفة لغة الإدراك والعلم. وفي الاصطلاح المعرفة والعلم معناهما واحد، يعني المعرفة هي العلم، أي مترادفان، وهي الإدراك الجازم، والمعرفة هي الإدراك الجازم. اسمع اديها بل. الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. يبقى الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. لغة الإدراك والعلم، عنده إدراك وعنده علم في نفس الوقت. طيب ممكن يكون عنده إدراك وعلم خطأ. يعني واحد لما تسأل واحد مثلا عن متى كانت غزوة بدر، فيقول لك 3 هجريا، متأكد؟ وعندك جزم؟ ما عندي جزم. طيب ده ما عندوش علم، عنده إدراك اهو. بس لما تقول له بقى ايه، واحد تاني تسأله يقول لك 2 هجريا، فده إدراك جازم المطابق للواقع والناشئ عن دليل. ممكن يجيب لك دليل وأحاديث تدل على كده. الإدراك قال جنس في التعريف يشمل الجازم وغير الجازم. يبقى الإدراك ده يشمل إدراك جازم وإدراك غير جازم. قال الجازم يخرج به الظن. حدد لك بقى، قال لي جازم مش ظن. يعني ظن ايه؟ والله انت متأكد من كلامك، يعني ايه، بنسبة مثلا 70%، لا، هذا يعد ظن. الظن هو قال لي إدراك الطرف الراجح. إدراك الطرف الايه الراجح. يعني بتسأل واحد مثلا تقول له غزوة بدر كانت كام، يقول لك مثلا 2 هجريا. طب انت متأكد؟ قال لي والله لا، ده مثلا بنسبة 70%. بنسبة 70% الغزوة كانت كام؟ الغزوة كانت 2 هجريا. يبقى إدراك الظن الراجح اللي هو ايه؟ إدراك الطرف الراجح، ده اسمه ظن. يبقى الظن هو إدراك الطرف الراجح، بس مش متأكد يعني. قال ويخرج به الوهم. ايه هو الوهم؟ الوهم عكسه بقى. لما تيجي تسأله يقول لك ايه، والله ده هي 4 هجرية. انت بنسبة كام؟ قال لي بنسبة 70%. لا، ده غلط خالص، فده اسمه وهم. حتى بيقول لواحد انت عايش في الوهم، وهنا اسمه الايه؟ الظن. تمام كده. يبقى ايه هو الوهم؟ قال ادراك الطرف المرجوح. المرجوح اللي هو الغلط يعني. ويخرج به الشك. وايه هو الشك؟ قال استواء الطرفين. يعني استواء الطرفين، يعني انت مثلا هو بيعتقد ان هو الغزو 2 هجريا. طب بنسبة كام؟ والله مش متأكد. ممكن 2 هجريا، 3 هجريا، بنسبة كام؟ بنسبة 50%. فده اسمه شك، يعني هي 2 ولا 3، فهو مش. بعد كده قال المطابق للواقع يخرج به غير المطابق، كجزم الملحد بعدم وجود الله. الملحد عنده معرفة وعنده جزم بأن الله غير موجود، ليس للكون إله. طب ده مطابق للواقع؟ لا، يخرج به غير المطابق للواقع. يعني العقل لا يقول بأن هذه الأشياء الكون كله بلا إله، ده غير مطابق للواقع. يبقى المطابق للواقع قال يخرج به غير المطابق للواقع، زي إيه؟ قال جزم الملحد بعدم وجود الله عن دليل. يعني إيه عن دليل؟ يخرج به التقليد، لأنه ليس ناشئا عن دليل، بل ناشئ عن الأخذ بقول الغير كما سيأتي. يبقى الدليل إن أنا بقى أسمع كلام واحد قاله لي، بقول معرفة أرددها من واحد قالها لي، أتبع قول عالم من العلماء، ده اسمه تقليد من غير البحث عن دليل. طب أنا لما أبحث عن دليل ده لا يعتبر تقليدا. بعد كده حكم معرفة الله طبعا واجبة. أوجب الله سبحانه وتعالى على كل فرد من أفراد المكلفين معرفة. يبقى واجب على كل فرد. والمقصود بالمعرفة هنا ما هي معرفة؟ ما المقصود بمعرفة الله سبحانه؟ هنقول معرفة صفات الله من حيث ما يجب، 3 أشياء: وما يجوز، وما يستحيل في حقه، وكذا الرسل. يبقى معرفة الله معناها ايه؟ معرفة صفاته من حيث ما يجب، وما يجوز، وما يستحيل في حقه. يعني ربنا واجب له أشياء نثبتها، ويجوز له أشياء أن نثبتها أيضا، يجوز له. وهناك أشياء يستحيل أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. وكذلك الرسل فيهم برضو 3 أشياء دول: يجب، يجوز، يستحيل. وليس المقصود هنا، يقول هل المقصود معرفة ذاته
هنقول لا، لأن ذلك لا سبيل إليه، إذ لا يعرف ذاته وكنهه وكنه حقيقته إلا هو، يعني لا يعرف حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث قال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. فلا يعرف الله إلا الله، وترك الإدراك إدراك، والبحث في الذات إشراك. كلمة جميلة يعني. قال لي إيه؟ قال لي: ترك الإدراك إدراك، يعني ترك إدراك حقيقة الله ده إدراك، ده الحقيقة بقى، ده المعرفة صح. إنما أنت هتتفلسف وتقول لي إن أنا أعرف حقيقة الله، ده يبقى جهل أهو. والبحث في الذات إشراك، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. فالمراد إذن بمعرفة الله معرفة صفاته وأسمائه وسائر أحكام الألوهية، لا معرفة ذاته وكنه حقيقته. الدليل على وجوب معرفة الله: قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كلمة فاعلم فعل أمر للوجوب. وإجماع الأمة على وجوب الإيمان، ودعوة المخالفين إلى الإيمان على وجوب الفروع كالصلاة والصوم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى الأمة أجمعت على أن على وجوب الصلاة والصيام والحج. طب أنت تصلي وتصوم وليس هناك عبادة لله، طبعا لا تتم الصلاة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: رأي العلماء في طريق وجوب معرفة الله. ما هو الطريق إلى وجوب معرفة الله؟ قال العلماء: ذهب الأشاعرة إلى أن الله معرفته واجبة بالشرع. معرفة الله واجبة بالشرع، وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل ورود الشرع، لا في الأصول ولا في الفروع. فعند أهل السنة، يبقى الرأي الأول رأي الأشاعرة، قالت معرفة الله واجبة بالشرع. الشرع هو اللي أوجب علينا معرفة الله سبحانه وتعالى، إذ لا حكم قبل وجوب الشرع. والحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. يعني يعني الشرع والله هو اللي يقول لك ده حلال وده حرام. وبعد كده قال لي: ذهب المعتزلة إلى أن الأحكام كلها تثبت بالعقل. العقل هو اللي يثبت الأحكام. يا سلام على كلام المعتزلة. المعتزلة قالوا: الأحكام كلها تثبت بالعقل، وأما الشرع فإنما جاء مقررا ومؤكدا لما أثبته العقل. وهذا بناء على مذهبهم التحسين والتقبيح العقليين. فعندهم أن الحسن هو عند المعتزلة قال لك: ما رآه العقل حسنا، والقبيح ما رآه العقل قبيحا. وعندهم إذا أدرك العقل حسن شيء حكم بوجوبه، ووجب أن يجيء الشرع فيه مطابقا لما حكم به العقل. يعني العقل عندهم لو أثبت للإنسان شيء لأثبت حلال وحرام، يبقى هي حلال وحرام، والشرع يأتي يطابق ما أثبته العقل. طب أنت يا معتزل ممكن يكون عقلك غير عقل غير عقل ثالث، فعقل مين اللي هيحكم في المسألة؟ فكلامهم غلط. 3 مذهب الماتريدية. الماتريدية قال لي أن معرفة الله يدرك وجوبها العقل، يدرك الوجوب قال العقل، لكن على معنى أنه، يبقى ده اختلاف المذاهب الثلاثة. قال لي الماتريدية قال له معرفة الله يدرك وجوبها العقل، لكن على معنى أنه يعني يدرك وجوبها العقل؟ لو لم يرد الشرع لأدرك العقل استقلالا لكونه أمرا واضح. يعني يعني والله قال لي العقل ده لوحده ممكن يدرك الحلال والحرام، أو يدرك معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الله لا أتكلم عن الحلال والحرام. قال: معرفة الله العقل وحده يدركها لو لم يأتي الشرع بها. يعني لو لم يأتي الشرع بها لأدركها العقل، ولم يبنوا على ذلك التحسين العقلي كما بنت المعتزلة. المعتزلة غالت جدا في إثبات في إثبات العقل، فقال لك العقل ده هو السيد عندهم. فهنا قال لك لا، العقل يدرك، العقل يدرك معرفة الله. يعني يكمله مين؟ الشرع. قال لي الشرع لو لم يأتي بمعرفة الله لأتى بها العقل. والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلا. فالمذاهب 3: مذهب الأشاعرة، وحاصله أن جميع الأحكام ومنها معرفة الله تثبت بالشرع، ويكلف بها العقلاء بشرط العقل. ده مذهب المعتزلة، وهذا هو الصواب، مذهب الأشاعرة. الثاني مذهب الماتريدية، وحاصله أن معرفة الله وحدها تثبت بالعقل المستقيم الخالي من الهوى والتقليد، وعدم اعتبار العقل سبيلا لمعرفة الله يكون إهمالا، ولو
ولوظيفته التي هي النظر والتفكير. أما سائر الأحكام فلا تثبت إلا بالشرع. يبقى هنا احنا بنتكلم عن معرفة الله وحدها بس. معرفة الله وحدها قال لي دي تثبت بالعقل. زي مين؟ زي الناس اللي وصلوا لمعرفة الله قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم سيدنا زيد ابن عمرو ابن نفيل، ده كان عم سيدنا عمر بن الخطاب، وده كان يطلق عليه محيي الموءود، وده وصل إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. الثالث مذهب المعتزلة أن الأحكام كلها تثبت بالعقل، وجاء الشرع مبينا ومؤكدا لما أثبته العقل. وبكده يكون انتهينا من درس معرفة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.